كانوا البياعين بينادوا على البطاطا كانوا بيقولوا يا مطخنة الستات يا بطاطا، والكلام ده طبعا غير صحيح، لأن البطاطا فيها نوعين من الألياف، ألياف زائبة وألياف غير زائبة. الألياف الزائبة ديت بتقلل امتصاص الدهون والسكريات، فبالتالي مش بتزود الوزن. أما النوع التاني من الألياف وهي الألياف اللي هي غير زائبة، والألياف اللي هي غير زائبة ديت مش بتتهضم، هي بتتخمر في الأمعاء وبتغذي البكتيريا الصديقة، بتعزز وبتساعد في إنتاج البكتيريا النافعة. والبكتيريا النافعة ديت مهمة جدا جدا لأجسامنا. أولا بتقوي المناعة وبتهاجم الأمراض وبتحمي القولون من السرطانات، وبتعالج مشكلة الإمساك. والألياف ديت بتساعد في التخسيس. البطاطا فيها البيتا كاروتين مضاد أكسدة قوي اسمه البيتا كاروتين، والبيتا كاروتين ده بتحول لفيتامين أ. البطاطا البيتا كاروتين وفيتامين أ اللي موجودين في البطاطا أكتر من اللي موجودين في الجزر. يبقى معنى كده إن البطاطا بتقوي النظر وبتحافظ على صحة النظر وبتحمي النظر من العمى والتلف. يبقى دلوقتي ما بقاش بس الجزر اللي بيقوي النظر، ده البطاطا بتقوي، هي رخرة بتقوي النظر، بس البطاطا فيها البيتا كاروتين أكتر من اللي موجود في الجزر. كمان البطاطا فيها عنصر البوتاسيوم، غنية جدا بعنصر البوتاسيوم. والبوتاسيوم ده طبعا كلنا عارفين ان هو بيقلل ارتفاع ضغط الدم وبيحافظ على صحة القلب والشرايين وبيحمي من النوبات القلبية والسكتات الدماغية وبيحافظ على توازن السوائل في الجسم. يبقى البطاطا غنية بالألياف وغنية بالبيتا كاروتين وفيتامين أ وغنية بالبوتاسيوم. كمان هي البطاطا فيها مغنيسيوم، والمغنيسيوم ده بيساعد على امتصاص الكالسيوم وبيحافظ على صحة العظام. كمان البطاطا فيها فيتامين إي. البطاطا مليانة بمضادات الأكسدة وفيها كمان مضاد أكسدة اسمه الأنثوسيانين. ومضادات الأكسدة ديت زي ما احنا عارفين إنها بتحارب الشيخوخة المبكرة وبتحارب الأمراض المزمنة وبتحمي من السرطانات وبتحافظ على صحة وجمال البشرة. ممكن تتاكل نية وممكن تتاكل مسلوقة وممكن تتاكل مشوية، بس هي أفضل حاجة لمرضى السكر إنها تتاكل مسلوقة وما يكتروش منها. بتساعد في التخسيس، الدهون اللي فيها بسيطة، وطبعا بوجود الألياف اللي فيها والكلام ده كله بتساعد في التخسيس. والبطاطا فيها كربوهيدرات، مصدر للكربوهيدرات كويس. يعني انت لو عايزه تعملي رجيم على البطاطا هتاخدي بطاطايه، بس ما تاخديش معاها كربوهيدرات من الرز ولا المكرونه ولا العيش، وتعتمدي عليها كوجبه اساسيه مليانه بالفيتامينات والمعادن وبتساعد في التخسيس وبتدي طاقه وبتقلل التوتر والاكتئاب. يا رب يكون الفيديو عجبكم. وانا ما عملتش فيديوهات من زمان، بقالي اكتر من 4 شهور تقريبا ما عملتش فيديوهات عشان كان عندي ظروف. ودمتم سالمين ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.